قدمت إحدى شركات الصناعات الهندسية في السودان أمس الخميس هدية إلى المدرب المغربي بادو الزاكي مدرب المنتخب السوداني بعد قيادته صقور الجديان إلى الفوز على المنتخب الغابوني في تصفيات كأس إفريقيا 2024 التي ستقام السنة القادمة بالكوت ديفوار. وكشفت تقارير صحفية سودانية أن الشركة المذكورة أهدت الاتحاد السوداني لكرة القدم سيارة رباعية الدفع من أجل تخصيصها لتنقلات المدرب بادو الزاكي مدرب المنتخب السوداني الأول. ونجح المدرب بادو الزاكي في قيادة المنتخب السوداني لتحقيق أول انتصار له منذ شهر يونيو الماضي، حيث فشل في المباريات السابقة في تحقيق أي انتصار. وكان المدرب بادو الزاكي صاحب 63 عاما قد أشرف في بداية الموسم الرياضي الحالي على تدريب نادي اتحاد طنجة قبل أن تتم إقالته سريعا بعد 6 دورات فقط بسبب سوء النتائج، ومنه انتقل إلى نادي الشباب التونسي قبل أن ينفصل عنه لأسباب شخصية بعدما قاد الفريق في 3 جولات فقط في البطولة التونسية. جدير بالذكر إلى أن المنتخب السوداني رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة التاسعة من تصفيات كأس إفريقيا 2024 التي تضم كل من منتخب الغابون وموريتانيا والكونغو الديمقراطية.